تنشب الحرب العالمية الأولى وتهزم الإمبراطورية العثمانية ويدخل الإنجليز فلسطين، فيبدأ أول فصل من فصول مأساة فلسطين مع وعد بلفور. من سيج عداد همة جمجود فؤاد حجازي، جازي عليهم يا ربي جازي، مندوب السابق ربع عموما. شايف يا عزيز كيف ظلم الانجليز؟ اعدموا الشباب اللي مثل الورد. هو الكف بيعطي المخرج. يعني يا مختار لازم نضل قاعدين وساكتين؟ لا والله هذا ما بصير، هذا زمن بده تضحية، بده ناس تطول وتقاوم. انت عارف ان شعب محتل والانجليز بده كل واحد بيثور عليهم. يا مختار اللي بيقولوا ابو علي مظبوط، احنا لازم نقاوم لانه نكون مع الشباب اول الطريق لتسليم فلسطين لليهود. وعليكم السلام. انا بقول انه نضل قاعدين وساكتين احسن ما يعملوا الانجليز نجزر بهالطريق. ليش الخوف يا مختار؟ وانت القائد في هالدار، عود الناس كل الاول وامشي مع كل فيه. يا شباب الحماس وحده ما بكفي، شو بدنا نعمل لوحدنا؟ لا مال ولا سلاح والعالم كله بيتآمر علينا. بس يا مختار احنا مش لوحدنا، احنا معنا كل اهل فلسطين، والله كانكم ما اسمعكم مختار. وشو الاخبار اللي بتشوفها يا علي؟ يا جماعه الشيخ عز الدين القسام اعلن ثوره على الانجليز من مسجد الاستقلال بجنيفا، والثوره ولعت. هذا اللي كان لازم يصير من زمان. علشان هيك يا ابوي هيا انا والشباب بدنا نحصل على الساح حتى نشارك في الثوره. مهلوا يا شباب مهلوا حتى نشوف كيف بصير الامور. اذا نجحت الثوره ننجح بالثوار. يا مختار هذا الحكي في فاضي، لو انت بدنا نستنى حتى يبيدوا بلد ورا بلد، احنا لازم نكون اول ناس.